هذه يرثى لها. احنا 60 يوم ما شفنا الشمس، 60 يوم من الضرب. وجبات الضرب صباحا ظهرا مساء بالشكل اللي ما تتخيلوه، ضرب على كل انحاء الجسم، خصوصا في سجن النقب. سجن النقب مقبرة الأحياء. أكثر من 3000 أسير موجودين في سجن النقب حاليا، منهم يعني ناس مكسرة رجليها، ناس مكسرة إيديها، من ناس مفتحة روسها. رحمة الله على الشهيد أبو غزالة، استشهد كان في القسم، استشهد في قسم 26. يعني نفسيا وجسديا ومعنويا احنا في حاله يرثى لها. وضع السجون يرثى لها. الشباب مكسره، الشباب محطمه، ضرب على ابو جنب، تحرش جنسي بالمعتقلين، يعني ترقى لحد الاغتصاب، يعني ببالغش لحد الاغتصاب في الاسرى. شتم علينا 24 ساعه، تمزيق للمصحف، تبول على المصحف، منعونا من الاكل، احنا ناكل وجبه في اليوم. ايام طويله طويلة طويلة كنا ننام بالعراء بملابسنا النصكم، بفرشات على الأرض بدون غطاء. سحبوا منا كل شيء، حتى شبابيك الغرف سحبوها عشان بيعرفوا إنه الجو حاليا في الصحراء بارد. كنا ننام بين عنكم وإحنا ماسكين ببعض. المية كانوا يقطعوها عنا، كانت المية توصلنا، مية الشرب ساعة في اليوم.